السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة يوميات تحدي المشاكل. أنا أماني ودي قناتي. النهاردة هنقدم منيو أكلات التوفير بعد العيد. هنعمل أكلات توفر لنا في الميزانية وتكون اقتصادية. أول يوم معانا زي ما انتم شايفين كده هنعمل تونة وبطاطس وشرايح أي خضروات عندنا، مخلل، أي حاجة متوفرة عندنا من الخضار نقطعها ونحطها جنب الأكل. اليوم اللي بعد كده هنعمل طواجن مكرونة زي ما انتم شايفين كده. هنحشيها ايه؟ نحشيها بقى لحمة، نحشيها فراخ، نحشيها اي حاجه متوفره عندنا، سجق، نحشيها اي حاجه متوفره في البيت. اليوم التالت زي ما انتم شايفين كده كشري مصري. زي ما انتم شايفين كده عشان نظبط بقى الميزانيه وما نستلفش، والميزانيه ان شاء الله تكفي. فبنعمل الحاجه الموجوده المتوفره طبعا، بنبقى عاملين حسابنا جايبينه في مشتريات ايه الشهر عشان نظبط الميزانيه شويه، عشان طبعا زي ما انتم عارفين كل سنه وانتم طيبين، العيد خلص والميزانيه باظت في العيد. بعد كده عندي اليوم الرابع عملنا سندوتشات همبرجر. اي همبرجر عندك بقى، همبرجر لحمه، همبرجر فراخ، الهمبرجر اللي عندك اعمليه عشان نظبط الميزانيه. بعد كده عندي اليوم الخامس عملنا بيتزا. البيتزا دي بقى حطي على وشها الحاجه اللي متوفره عندك جبن حطي، عندك بواقي خضار حطي، عندك فلفل حطي، عندك طماطم حطي، عندك اي حاجه متوفره حطيها. زي ما انتم شايفين كده بنحط بواقي التلاجة، عندك زيتون شرايح حطي، عندك صدر فرخة حطي، عندك بواقي قطعتين لحمة مثلا او اي لحمة موجودة عندك متوفرة حطي، عندك لحمة مفرومة ممكن تحطيها، ما عندكش لحوم خالص ممكن تحطي سجق، ما عندكش سجق ممكن تحطي اي جبن عندك متوفرة تعمليها بالجبن بس، او تحطي اي نوع خضروات عندك بسلة، عندك جزر، عندك اي خضروات بتحبيها حطيها. فالوش ده من ابداعك انتي، حطي الحاجة اللي تعجبك. بعد كده عندي اليوم السادس زي ما انتم شايفين كده جبنا بانيه. طبعا البانيه برضو كان متوفر عندنا، وعملنا رز، وعملنا نحط بقى جنبه اي شرايح خضروات. بعد كده عندي حواوشي. ممكن تعملي حواوشي لحمه او فراخ، لو ما عندكيش لا لحمه ولا فراخ اعملي حواوشي بطاطس وهيكون موفر جدا عندك. بعد كده لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك في القناه، وشكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لايك بقى يا جماعة للفيديو عشان الفيديو يترفع وناس كتيرة تشوفه، واشتراك في القناة، وشكرا جدا ليكم.